السلام عليكم. ايه الاخبار؟ لو سألت اي حد في اي مكان في الدنيا ايه هي العوامل اللي ساعدتك على النجاح، فاكاد اجزم مليون في المية ان الاجابة هتتضمن الاجتهاد، بل ان دي ممكن تكون اول نقطة او اول عامل يكلمك عنه. الحقيقة انا كنت اظن ان مفيش حاجة توازي الاجتهاد والجد والتعب، وان استمرارية السعي تعني حتمية الوصول. لكن مؤخرا لقيت ان الموضوع مش كده بالظبط، وان النجاح مش بيعتمد بس او مش بيعتمد بجزء كبير حتى على الاجتهاد. ودي حاجة يعني الملياردير المصري المشهور سميح سويرس كان في لقاء معاه بيقول ان 60% من نجاحك المادي معتمد على الحظ او على توفيق ربنا، وان مجهودك وشطارتك لا تمثل 100% من نجاحك، لان في ناس اشطر منك بكتير وفي ناس تعبوا اكتر منك واضعاف اضعاف اللي انت تعبته ولكن ما حققوش النجاح اللي انت حققته. ففكرة انك تسند النجاح المادي ده للتعب والاجتهاد لوحده مش صحيح. من اغرب الحاجات اللي ممكن تكون سبب في نجاحك هو تاريخ ميلادك. يعني لعلك تقول يا ابو حميد احنا بقى نشتغل في الابراج وتاريخ ميلادك وحظك والكلام الفارغ ده. معلش بس خليك معايا شويه، الموضوع ساينتفك وعلمي جدا. من كتاب اوتلايرز او الاستثنائيون للكاتب مالكوم جلادويل، بيتكلم ان في كندا عندهم رياضه الهوكي زي كره القدم كده عندنا، فالعيال او الاطفال الصغيرين كلهم بيسجلهم في شهر يناير عند سن معين. فلو في اتنين بيقدمهم، واحد اتولد في شهر يناير في اول السنه والتاني اتولد في شهر ديسمبر في اخر السنه، فهم بيقدمهم مع بعض، في حين ان هم تقريبا في فرق ما بينهم سنه كامله، ولكن بانهم اتولدوا في نفس السنه فبيقدمهم مع بعض. وطبعا نمو الاطفال بيبقى متسارع جدا في بدايه عمرهم، فالشهر بيفرق، فما بالك بسنه. فالطفل اللي بيكون مولود في شهر يناير بنيته الجسمانيه وطاقته وقوته في الغالب بتبقى اكتر من الطفل اللي اتولد في اخر السنه، وبالتالي اداؤه في اللعب هيكون احسن، فده هيلفت نظر المدربين فهيهتموا بيه اكتر، فهيشارك في مباريات اكتر، فهياخد خبره اكتر، وبالتالي هيتطور ومستواه هيعلى في اللعبه اكتر، وبالتالي فرصته ان هو يحترف هتكون اكبر بكتير. وبالفعل في احصائيه اتعملت اثبتت ان 40% من اجمالي المحترفين في رياضه الهوكي في كندا مولودين في اول 3 شهور من السنه، في الربع الاول يناير فبراير مارس، في حين ان 10% فقط هم اللي مولودين في اخر السنه. وسبب اساسي بل قد يكون السبب الاكبر في احتراف كتير جدا من الناس ديت هو موعد ولادتهم، تاريخ ميلادهم، مش الموهبه في البدايه ولا اي حاجه من الحاجات دي، هو بس حظه حلو او نصيبه حلو ان هو اتولد في اول السنه، فده فتح له كل الفرص دي. لو كان الثراء بقدر العمل لبات الحمار على سرير من ذهب، دي مقولة منسوبة للكاتب المصري أنيس منصور، ومعناها ان مش اكتر واحد بيشتغل وبيتعب هو اكتر واحد بياخد عائد او مقابل قصاد الشغل ده. يعني عامل النظافة اللي بينزل في عز الحر يكنس الشارع ويشيل القمامة والحاجات دي كلها، هو بكل تأكيد بيبذل مجهود وبيتعب اكتر منك بمراحل، ولكن هل هو بياخد مقابل التعب ده فلوس اكتر من حد مثلا شغال في شركة مالتي ناشونال وفي مكتب مكيف والحاجات دي كلها؟ فهنا المجهود كمعيار وحيد للموضوع ده غير دقيق على الاطلاق. ودي بيوضحها مثال مشهور قوي، ان في واحد ماشي بسرعه 120 وفي واحد تاني ماشي بسرعه 80، ايهما هيوصل اسرع او ايهما هيوصل الاول؟ بديهيا كده بكل تاكيد اللي ماشي بسرعه 120، ولكن ماذا لو ان اللي ماشي بسرعه 120 ده ماشي في طريق غلط اصلا وهو مش هيوصل خالص، في حين ان لو ماشي ب80 او ب60 او حتى بسرعه 40 ولكن في الطريق الصح فده هو اللي هيوصل. وهنا بتوضح مبدأ برضو مهم، وهو موضوع الاتجاه أهم من السرعة أو الشدة. إن لو في واحد ماشي في تراك أو ماشي في كارير أو ماشي في سكة معينة ولكنه ماشي بالراحة ولكن في الاتجاه الصح، ده هيوصل وهيحقق مكاسب أكتر بكتير من شخص بيبذل مجهود خرافي ولكن في طريق خاطئ، أو يعني شغال بأقصى طاقته في حاجة العائد بتاعها محدود، أو إن العائد بتاعها مش متناسب مع المجهود اللي بيبذله. هل احنا عايزين نقول ان الاجتهاد ملوش لازمة او شيء مش مؤثر قوي؟ يعني احنا عايزين نقول العكس تماما الصراحة، ولكن حابين يكون عندنا اتزان في التصور، بمعنى انك حتى لو توفرت لك كل المقومات، يعني مثلا مثال بتاع ابناء الفنانين او الممثلين، لو توفرت لك كل المقومات دي وانت ما اجتهدتش او ما اشتغلش على نفسك فخلاص، يعني كله هيعترف ان موهبتك غير كافية او ان انت اصلا ما بتبذلش مجهود انك تطور من نفسك، فقد تحقق تقدم او نجاح مبدئي ولكن الموضوع ده هينهار مع الوقت.
ولكن انا التصور بصراحه اللي انا بحب يعني اعتمده هو من قصه السيده مريم في قوله تعالى: وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. وعلماء التفسير اخذوا الايه ديت كمثال ان السعي وراء الرزق هو امر شرعي ولا يتنافى مع القدر او التوكل على الله عز وجل. ففكره ان هي وهي في هذا الوضع الصعب جدا من الالم والمخاض والحاجات ديت، امرت ان هي تاخد بالاسباب وتهز الجذع، مع ان الله عز وجل قادر ان هو يسقط عليها الرطب من غير ما يكون في جذع اصلا. لكن الله عز وجل يحثنا ان احنا ناخد بالاسباب بغض النظر عن النتائج. ومن لطفه ورحمته بينا ان الله عز وجل يحاسبنا على السعي وليس على النتائج، وان ليس الانسان الا ما سعى. انت ليك السعي فقط، لان النتائج خارج اطار تحكمك. فلابد انك تسعى، وسواء نجحت او ما نجحتش، وصلت او ما وصلتش، فانت هتاخد الاجر، لم يكن في الدنيا ففي الاخره. كتير جدا من الانتربرنورز او رواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئه بيقولوا لو كنا نعرف من البدايه الصعوبات اللي هنواجهها ما كناش مشينا في المشوار ده، ولكننا مبسوطين قوي ان احنا ما كناش نعرف. وفي كتاب The Unfair Advantage في جمله عامل لها هايلايت بتقول: You need a bit of naive optimism to become a startup founder. انت محتاج يكون عندك جزء من التفاؤل الساذج، نايف اوبتيميزم، علشان تبدا في الحاجه دي، لانك لو قعدت تشوف كل المشاكل هتقابلك مش هتبدا. نيجي بقى للخلاصة، والخلاصة او اللي احنا عايزين نقوله ان النجاح مش بالبساطة اللي انت متخيلها. معادلة النجاح فيها عوامل ومتغيرات كتيرة جدا، وصعب انك تحصرهم في سبب او سببين، بل ان العوامل اللي ممكن انت ما تكونش واخد بالك منها اصلا اكتر بكتير من اللي انت شايفها وعارفها واخد بالك منها. وفي عوامل انت مالكش دخل فيها اصلا، يعني في مميزات لدى بعض الناس هي مميزات غير عادلة. يعني مثلا ممكن تكون ميزتك تاريخ ميلادك زي ما قلنا، مكان مولدك، ممكن الاسرة اللي انت اتولدت فيها تكون ميسورة ماديا فتدي لك دفعه وتخليك تبدا السباق عند 70 متر. ممكن يكون تعليمك وان انت خدت فرصه تعليم كويسه مش متوفره لاغلب الناس. ممكن التوقيت اللي انت بدات فيه البيزنس او المشروع بتاعك كان في وقت فعلا النمو فيه سريع جدا وفي احتياج للحاجه اللي انت بتقدمها، فده برضو ميزه غير عادله. ممكن كل الحاجات دي مع بعض، يعني ممكن تاريخ ميلادك ومكان ميلادك والاسره والتعليم وحاجه، كل العوامل دي ساهمت بشكل ما او بصوره او باخرى في تحقيقك للنجاح المادي. فكره ان الاجتهاد هو جزء واحد من البازل، عامل واحد او متغير واحد من المعادله الكبرى. متشوق جدا اعرف وجهات نظر حضراتكم. سلام عليكم.